ازيكم؟ النهارده في برنامج سبلمنتك هنتكلم على الامينو اسيدز. الامينو اسيدز في الاول مقسومه نصين، احماض امينيه اساسيه واحماض امينيه غير اساسيه. الاساسيه بيبقوا 8، الغير اساسيه بيبقوا 12. ممكن تقراها في مكان تاني يقول لك ان الاحماض الامينيه هم 22 بس هم 20. طيب ايه الفرق بين الاحماض الامينيه الاساسيه والغير اساسيه؟ الغير اساسيه جسمنا بيعملهم بس ممكن ما يكونش بيعملهم بالنسبه الكافيه، فعشان كده بناخدهم من السبلمنتس. الاساسيه بناخدهم من الاكل، بس طبعا ما بنقدرش ناخدهم من كل الاحتياج اللي احنا عايزينه، ما بنقدرش نجيبه من الاكل فبناخده كسبلمنت. دلوقتي الاحماض الامينيه الاساسيه دي اللي هم الثمانيه هم دول اللي بيعملوا البروتين. طيب لما بناخد البروتين او بناكل بروتين بيتكسر تاني الاحماض الامينيه اللي هم الثمانيه. هيجي دلوقتي سؤال كل الناس بتساله، الاحماض الامينيه بتدفنش؟ اللي بيدفنشنا يا جماعه وبيخلي شكلنا واحنا قالعين مقسم وكويس ده اكلنا مش السبلمنتس. السبلمنتس بتساعدنا، بس اهم حاجه في الموضوع ان اكلنا يبقى متظبط. يعني انت لو مش مظبط اكلك وبتاخد امينو اسيدز عمرك ما هتنشف. طب دلوقتي هتساله سؤال مهم جدا، ايه الفرق بين الامينو وايه الفرق بين الواي بروتين او البروتين كسبلمنتس والامينو كسبلمنتس؟ الامينو بيبقى فيه احماض امينيه كلها، البروتين بيبقى ما فيهوش الاحماض الامينيه كلها، بيبقى فيه الثمانيه الاساسيين. ودلوقتي بيحطوا في المنتجات ملي جرام من الاحماض الامينيه الثانيه اللي مش اساسيه، فاستحاله تاخد الانتيك بتاع الامينو اسيدز اللي جسمك عايزه من الواي بروتين. وفي نفس الوقت الانتيك بروتين اللي انت عايزه صعب جدا تاخده من الامينو اسيدز، لان حبايه الامينو اسيد بيبقى فيها من جرام ل 2 جرام بروتين او 2 جرام ونص على حسب نوع المنتج اللي انت بتاخده. عشان تاخد الانتيك بروتين اللي انت عايزه من الامينو اسيد زي ما شرحناها في حلقه البروتين، ده هتبقى محتاج ان انت تاخد كميه تابلتس كبيره جدا من الامينو. استنونا في بقيه الحلقات هنشرح كل الامينو اسيدز، كل امينو اسيد بيعمل ايه. ولو عندك اي سؤال اسالنا على هاشتاج سبلمنتك.